دولة ديمقراطية حرة، دولة تتداول فيها السلطة ولا تحتكر. هكذا حلم المصريون قبيل انتخابات عام 2012، وهكذا تحدث إعلامهم وهلل طويلا لأول مناظرة في تاريخ مصر بين مرشحين للرئاسة. لا ينسى المصريون تلك المناظرة بين المرشحين الرئاسيين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح. كانت تلك المناظرات وهذا الإعلام من أهم ما ميز انتخابات عام 2012. هذا المشهد غاب تماما عن الإعلام المصري في انتخابات ما بعد الانقلاب. إعلام مصر في الزمن الجديد لم يجرؤ على المطالبة بمثل هذه المناظرات، فأحد المرشحين ليس له برنامج انتخابي أصلا، بل إنه حسم الفوز مبكرا. بدأ الإعلام المصري بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب يعزف على نغمة واحدة حدد الجيش إيقاعها بشكل مسبق. بدأت أولى الخطوات عقب الانقلاب مباشرة بإسكات كل الأصوات المعارضة ووقف بث بعض الفضائيات مع اعتقال صحفييها، وكان للجزيرة نصيبها الأبرز. شيئا فشيئا تعرف الإعلاميون على الخطوط الحمراء وأدركوا ما هو مسموح وما هو غير ذلك، واحتاج الأمر في بعض الأحيان لبعض التوبيخ. لا ترى في وجود رئيس قادم من المؤسسة العسكرية انه معناه كده ان العسكر، التعبير الشهير يعني العسكر يحكم، او ان في حكم عسكري، او انه الجيش بيدير الامور. انا مش هسمح لك تقول العسكر تاني بصراحة كده. لا طبعا. الأمر لا يعدو أن يكون استفتاء على رئاسة مرشح الجيش وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لكن الإعلام حاول إقناع الناس بأن ما يجرى انتخابات حقيقية. السيسي الذي لجأ إلى التواصل مع الناس عبر الفيديو كونفرنس لتفادي الالتحام المباشر لم يتردد في طلب دعم الإعلام لتغيير وعي الناس. المسؤولية مش إن الجيش يحارب بس ويدافع بس، في ناس تانية هتحارب وهتدافع معانا والإعلام منه. في انتخابات ما بعد الانقلاب يرصد المراقبون تراجع دور الإعلام التقليدي لصالح مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت المحرك الأبرز والدليل على الشعبية والقابلية للمرشح. في هذا السياق انتشرت ظاهرة الهاشتاج انتشار النار في الهشيم لتشتعل الدعاية والدعاية المضادة. هنا وعبر فضاء الإنترنت الواسع وشبكات التواصل الاجتماعي ربما يجد المصريون والنشطاء ضالتهم المفقودة، حيث يصنعون الإعلام على طريقتهم ردا على ما وصفوه بإعلام البلعات والصرف الصحي الذي أفرزه الانقلاب العسكري.